كويس الحمد لله، بس بينسى كتير قوي وبيتهمني بحاجات ما بتحصلش. باباك انت قلت لي ان هو كفيف، ما قلتليش ان هو عنده زهايمر. زهايمر؟ بس انا بابا ما بنساش حاجه خالص. لا انت شكلك ما كنتش بتقعد معاه وقت كافي. يا بنتي لا فطرت ولا خدت العلاج، والاذان اذن مرتين. ايه الحكايه بالظبط؟ يعني هي الساعة لو جت 2 انا هخبي عليك ليه؟ انا جاي اشتغل مش جاي العب. لا يا بنتي انا اللي بلعب. طب شوفي لي الساعه كام دلوقتي؟ انت لسه بتكدبي وبتقاوحي؟ طب مالكيش ولا جنيه واطلعي بره بدل ما اطلعك بنصيبه. اتفضلي يا فندم اتفضلي. هو الحاج فين؟ جوه في الاوضه اتفضلي. تعالي اتفضلي. مين هنا؟ تعالي اتفضلي يا انسه. انا يابا احمد، جبت لك معايا الممرضه عشان تقعد معاك وتديك علاجك لغايه ما اجي من الشغل. الف سلامة عليك يا حاج. الله يسلمك يا بنتي، وانا كده مش هعطلك؟ لا يا حاج ده شغلي، انا ممرضة هنا في العيادة اللي جنبكم، واستاذ احمد اتفق معايا على مواعيد هتناسبني قوي مع شغل العيادة. انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه، انا بشكرك جدا جدا. انا عايز اقول لك ان انا لفيت كتير قوي لحد ما لقيتك ووافقتي. دي مهنتي ما تقلقش. قول لي يا حاج محتاج ايه؟ العلاج بالمواعيد اللي مكتوبه يا بنتي، بس لو امكن هتجيبيه لي الاكل اللي سايبه احمد عشان ما اقدرش اتحرك. تمام يا حاج، بس بص انا ماليش في النظافة ولا الكلام ده كله. لا ما تقلقيش، انا برجع من شغلي بعمل كل حاجه. انا بس كل اللي طالبه منك انك تخلي بالك منه بالله عليكي. اهم حاجه مواعيد العلاج مظبوطه عشان عنده عمليه قريب. ما تقلقش الحاج في عينيا. تسلم عينيكي. يخرب بيتك ده انت مشكلة. يا سعاد، يا سعاد. يوه استني يا بنتي، انا مش عارفة انا ايه الهم اللي انا فيه ده. اقفلي وهكلمك تاني. نعم اؤمر. هي الساعه كام يا بنتي عشان اخد العلاج؟ الساعة، يا لهوي ده الساعة 5. الساعة 2 اهي، اكيد يعني مش هنسى مواعيد العلاج، امال انا هنا بعمل ايه؟ امال الوقت طويل كده ليه؟ مش حل لما انا صاحي بدري. طب هاتي العلاج. هاتي العلاج هاتي العلاج، محسسني ان انا شغالة بالملايين، ده ملاليم اللي انا باخدها. انت بتقولي حاجه يا بنتي؟ ها؟ لا يا حاج لا، هجيب لك العلاج. طب هاتي الاكل عشان انا باخد العلاج قبل الاكل. طيب العلاج اهو جنبك، هروح اجيب لك الاكل. وبعدين يا بنتي عارفة الكلام ده كله. يا سعاد، يا سعاد. يوه كل شوية يا سعاد يا سعاد، انا مش عارفة ايه القرف ده كله، مروش غير سعاد. اقفلي يا بنتي. افندم. يا بنتي انا هموت من الجوع، وانا قلت لك هاتي خلينا ناكل من بدري. هو انا مش سألتك وقلت لي لا مش جعان؟ يا بنتي انا قلت لك كده؟ امال انا هتبلى عليك يعني ولا هكدب؟ انا ما قلتلكش انت بتكدبي، انا بنسى معلش. هاتي لي خلينا ناكل. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا انسه سعاد؟ الحمد لله تمام. ايه اخبار بابا؟ طمنيني، عامل معاكي ايه؟ كويس الحمد لله، بس بينسى كتير قوي وبيتهمني بحاجات ما بتحصلش. باباك انت قلت لي ان هو كفيف، ما قلتليش ان هو عنده زهايمر. زهايمر؟ بس انا بابا ما بنساش حاجه خالص. لا انت شكلك ما كنتش بتقعد معاه وقت كافي. طيب ماشي يا انسه سعاد، توكلي على الله انت، وعلى العموم انا هخش اقعد معاك كده واشوف الدنيا فيها ايه. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زهايمر؟ ايه يا حجيج طمني عليك، انا جيت اهو. احمد جيت بدري؟ بدري ايه ده؟ الساعه 7. 7 ازاي؟ ده من شويه كانت 2 الظهر. 2 الظهر؟ ازاي يا حاج؟ ده الساعه 7. سعاد قالت لي الساعه 2 الظهر وادتني الدواء، مش عارف الوقت بيجري ولا بيتاخر ولا ايه الحكايه بالظبط. انت مرتاح يا حاج لسعاد دي ولا ايه؟ مش عارف يا ابني، البنت دي خلقها ضيق كده.
مش قادر اطلب منها، حاسس ان انا تعبان معاها، مش قادر اطلب حاجه، حتى الاكل بتتاخروا عليا. لا لا لا، انا هشوف الموضوع دوت. دي بتاخد فلوس على شغلها ده. اتأخرت عليكم؟ لا لا، مواعيدك مظبوطه، ربنا يبارك لك. طيب انزل انت بقى شغلك، والحاج في عينيا ما تقلقش عليه. خلاص ماشي، بس المهم مواعيد العلاج تكون في ميعادها، عشان دي اهم حاجه، ومواعيد الاكل كمان. ما تقلقش، ده شغلي، ده امانه. ربنا يبارك لك، مش هوصيكي بقى. ماشي، انت انزل شغلك. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. يا سعاد، يا سعاد. يوه، مش عارفه، انا كل شويه وجع دماغ وجع دماغ. انا لما يجي ابنك بقى لازم اشتكي له، ده ولا كأنك عيل صغير. ايوه. يا بنتي لا فطرت ولا خدت العلاج، والاذان اذن مرتين. ايه الحكايه بالظبط؟ يعني هي الساعه لو جت 2 انا هخبي عليك ليه؟ انا جايه اشتغل مش جايه العب. لا يا بنتي انا اللي بلعب. طيب شوفي لي الساعه كام دلوقتي. تليفون بره في الصاله، هطلع اشوفها لك. ايه ده؟ الساعه 6؟ هو الوقت جري كده ازاي؟ ايه ده استاذ احمد؟ انت جيت بدري يعني. استأذنت ساعه كده من الشغل، قلت اجي اطمن على ابويا، هو عامل ايه دلوقتي؟ هو كويس كويس جوه. طب انا هخش ابص عليه عن اذنك. ازيك يا حاج، عامل ايه؟ طمني عليك، انا جيت. كلت وخدت علاجك؟ لا يا ابني سعاد قالت لي لسه الساعه ما جاتش 2. نعم. ما جاتش 2 ازاي؟ ده الساعه 6 يا سعاد. ايوه. هو ابويا ازاي ما اكلش لحد دلوقتي ولا خد علاجه؟ لا طبعا، مين قال كده؟ خد علاجه بس مرضيش ياكل. انا يا بنتي ده لسه بقول لك عايز العلاج. لا طبعا ما حصلش الكلام ده، وانا بلغتك يا استاذ احمد ان والدك بينسى. انت انسانه كدابه وما تستاهليش مهنتك الشريفه، عشان انا عارف علاج ابويا وعارف كل حبايه فيه اللي ما نقص منه ولا حبايه. والله يا ابني ما بنساش، وانت عارف الحادثه ما صارش غير على عيني بس. من غير ما تحلف يابا، انا عارفك. العيب مش عليك، العيب على الانسان اللي المفروض مهنتها تهون على الناس وتخفف عليهم، مش تمرضهم. انا مش هسمح لك اكتر من كده. ابوك اللي ما كانش بيرضى ياخد العلاج وبيعمل كل ده عشان يمشيني، وانا هاخد حسابي وهمشي. انت لسه بتكدبي وبتقاوحي؟ طب مالكيش ولا جنيه، واطلعي بره بدل ما اطلعك بنصيبه. لا يا ابني، في النهايه دي وليا، اتكل على الله يا بنتي، وربنا يرد لك افعالك في حياتك. كل شغلانة وليها رسالتها ومسؤوليتها، مش مجرد فلوس بناخدها آخر الشهر وخلاص. لا، إتقانك في شغلك وتأدية واجبك هو أهم من فلوسك ومرتبك وديونك. يا ريت كل واحد يتقي ربنا في عمله وفي كل جنيه بياخده، عشان يحس إن فلوسه حلال ومتعوب فيها بجد. دمتم سالمين، وما تنسوش تفاعلكم بيفرق معانا كتير. يا رب تكون الرسالة وصلت.